السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من جمرة. في كل أزمة تمر بها منطقتنا، وفي كل مأزق يواجه الأمة، وفي كل منعطف تاريخي يتردد صدى نفس العبارات: السعودية ملزمة بالدفع، السعودية ملزمة بالإنقاذ، السعودية قصرت. تعال لحظة، مين قال السعودية ملزمة؟ ومن حول المواقف الإنسانية والدينية إلى فرض واستحقاق على دولة ذات سيادة؟ مع احترامي لكل المتابعين من جميع الدول، ولكن هناك أصوات ناعقة من الضرورة الرد عليها، لأن ثقافة الاستحقاق صارت عندهم عالية جدا. لذلك تعالوا نشرح المشهد من بدايته. كيف ولدت هذه الثقافة لثقافة الاستحقاق وكل شيء؟ ليش السعودية ما سوت؟ وليش قصرت؟ وليش ما أعطتنا؟ بدأت ثقافة الاستحقاق منذ بداية الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. الدولة توها خرجت من توحيد طويل وصعب وثروتها هو الشعب. طيب كيف بدأت بذور فكرة الاستحقاق يا حسين والدولة لسه ناشئة ما عندها ثروات؟ بدأت تحديدا منذ عام 1926. ليش ذلك العام؟ في ذلك العام اجتمع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بجميع مندوبي الدول العربية والإسلامية في مكة، وطالبهم بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والمعتمرين. البعض اعتذر من هذه الدول، قال ما عندي فلوس حقه، والبعض طالب بأن يكون الحرمين الشريفين تحت الوصاية البريطانية. رفض الملك عبد العزيز، قال من اليوم احنا مسؤولين. ليش يا جماعة الخير؟ لأن قبلها 1924 ترى الناس كانوا يتقاتلون في الحرم بين الصفا والمروة، أكثر من 40 قتيل. هذا غير اللي يجي للحج مفقود وما عاد يرجع لأهله وفي قطاع طرق. لذلك بدأوا بهذه الثقافة: أنتم حامين الحرمين الشريفين، إذا أنتم مسؤولين عن حماية الأمة بأجمعها. خلصنا؟ لا، جاء بعدها النفط، ومعه بدأت توقعات جديدة. في الخمسينات وحتى السبعينات ارتفعت أصوات الحركات القومية والثورية، عبد الناصر من جهة، البعث من جهة، ثورات من جهة، وصارت المطالب أوضح وأعلى. السعودية دولة نفطية، إذن عليها أن تعيل الأمة كلها. هكذا تحولت المساعدات الطوعية إلى شعور استحقاق مالي وإلزامي. السعودية دفعت الملايين بل المليارات لجميع الدول، وأنا هنا ما قاعد أنا قاعد أشرح مشهد. ولكن العجيب في الموضوع أنه كلما زادت المملكة من دعمها زادت المطالبات. وقفنا لا باقي، جاءت حرب أكتوبر، وحين استخدم الملك فيصل رحمه الله سلاح النفط كسلاح سياسي ارتفعت الأصوات أكثر. السعودية غنية وقوية، إذن عليها وحدها المسؤولية. هدوء ها يا أخي، لوم دولتك يا أخي. سياسة التشتيت اللي قاعد تسويها معيبة وفاضحة. ترى عندك دولة وعندك حكومة وعندك خيرات، وترى دولكم أغنى من السعودية بكثير. الدول العربية تبغون تقولوا لي من أغنى الدول العربية؟ ترى قولوا في الشرق الأوسط. ابدأ مصر، اليمن، الجزائر، السودان، العراق، سواء من موقعها الجغرافي، سواء من ثرواتها، سواء من الزراعة، سواء من الغاز والنفط موجود، كلها موجودة فيها. جميع الدول ترى موجودة فيها. إذا لوم دولتك يا أخي. ثقافة الاستحقاق اللي قاعد تزيد شكلها مش حلو، مو حلو في حقك. وهذه للأسف سياسة تشتيت صارت توجه. السعودية دولة غنية، ليش أنتم سويتوا؟ ليش استثمرتوا في الدولة؟ استثمارا يا رجل أقدر أقول بكلمة ما لك دخل. نجي الموضوع أشد وأنكس، اللي هو في عام 2001 بعد هجمات سبتمبر. إيش اللي صار في ذلك الوقت؟ بعد هجمات سبتمبر السعودية أعادت حساباتها، لم يعد الدعم إلزاما بل مشروطا بالشراكة والمصالح المتبادلة. ليش؟ لأن يا جماعة الخير دول عربية 5 دول أرسلت لأمريكا سرا بعد هجمات سبتمبر: اضربوا السعودية، اقصفوها، هي منبع السلفية، هي الإرهاب، هي أنتم متخيلين؟ طبعا الدول هذه حكوماتها وراحوا فيه، يعني ما أبغى أتكلم في الموضوع، ولكن ضروري يتكلم فيه. لا بتكلم فيه بعدين، بقول اسماء الدول بالوثائق بكل حاجة، لكن مو وقته. أنا كلامي الآن عن ثقافة الاستحقاق اللي موجودة اليوم واللي ضروري نواجهها. طيب خلصنا من هذا الموضوع؟ لا، جاءت القشة التي قسمت ظهر البعير، ألا وهي ما يسمى بالربيع العربي. السعودية وقفت ضد المشروع وهاجمته وأحبطته وأوأدته. طيب
إيش اللي صار بعدين؟ بدلا من الشكر توالت الانتقادات والاتهامات. ليش السعودية ما تدفع لنا؟ ليش السعودية ما تتدخل أكثر؟ ليش السعودية ما تنقذنا كلنا؟ يا هو عندك دولة أنت وياه، وكأن دور السعودية أصبح واجب ومفروض لا خيار سيادي. طيب عندك دولة يا أخي، ادفع عقلك، حكم دولتك. وأنا أتكلم اليوم من القلب للقلب. أدري كلامي قاسي، لكن يا جماعة الخير ضروري، لأنه اليوم بيردون عليك. تقول ليش السعودية يردون عليه؟ ليش منصات التواصل الاجتماعي؟ طبيعي، لأن قاعد نشوف هذا الجحود وهذا النكران بأسلوب بجح وبذيء. طيب إيش وصلنا له الموضوع؟ خلصوا ذول؟ لا، وصلوا إلى محاولات تعطيل مشاريع السعودية الداخلية عبر مشاريع استخباراتية، عبر حروب، عبر مشاكل، عبر حركات غبية ومفضوحة، كل ذلك بحجة متلازمة الاستحقاق العربي، وكأن المملكة وجدت لخدمتهم فقط. طيب يجينا هذا الحين سؤال، طيب حسين، طيب هاي السعودية كذا أنت قاعد تتكلم السعودية عادي تتخلى عن دورها العربي والإسلامي؟ لا قطعا، المملكة منذ تأسيسها وحتى اليوم ترى بأن دعمها ينبع من واجب إنساني وديني، لا من إلزام واستحقاق. مواقفها معروفة وواضحة وعميقة. ما راح أتكلم عن الدعم اللي قاعد يصير، قلت لك أنا ما قاعد أمن اليوم، بس اليوم قاعد أقول نقطة مهمة، اللي ثقافة الاستحقاق اليوم اللي منتشرة ومتسيدة في عقول الأجيال موجودة صارت. قلنا حسابات إلكترونية، نتفاجئ أن بعضهم سياسيين بهذا المنطق وإعلاميين ويتكلمون بهذه يا رجل عيب. لأنه مع كل هذا الدعم اللي قدمته السعودية ولا زالت تقدمه، للأسف لا زالت تخرج أصوات تحاول تشويه الحقائق متبنية خطاب الاستحقاق بلا احترام. ادفع بس، مين أنت؟ لازم تستوعب هذا الشيء. لذلك الحقيقة اليوم السعودية دولة ذات سيادة، دولة عربية ومسلمة تقود منطقتها بحكمة ووعي. واليوم في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة الأولوية واضحة، التنمية الداخلية أولا، الدعم مشروط بالشراكة والمصالح المشتركة، والقرار السعودي لا يفرض بالصوت العالي بل بالتفاوض والحوار. أخيرا، اليوم يقف العالم عند مفترق طرق وتنظر العيون إلى السعودية، تلك الدولة التي لم تبني أمجادها على الاستحقاق ولا على الشكوى، بل على العمل والقرار السيادي والإرادة الحرة. لمن يظن أن الدعم السعودي فرض فليتذكر أن السعودية لا تتحرك إلا بما يخدم مصالحها وشعبها وأمتها دون ابتزاز ولا ضغوط. ولمن يراهن على استنزافها فليدرك أن السعودية اليوم ليست كما الأمس. السعودية تمد يدها من موقع القوة لا الضعف، ومن منطلق الشراكة لا الخضوع. أما من أراد الاحترام فليعلم أن صوت السعودية لا يشترى بل يحترم. هذا ليس تهديد بل حقيقة. هنا السعودية. في أمان الله.